الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من فيديوهات قناة تربية بيتي للطيور والأرانب. لسه مكملين مع بعض في سلسلة سؤال وجواب في تربية الأرانب للمبتدئين، ودي عبارة عن الإجابة عن بعض الأسئلة المهمة اللي بيطرحها المشاهدين في الفيديوهات. احنا بنجاوب عليها في التعليقات، ولما بنلاقي الأسئلة دي مهمة بنحاول نجاوب عليها في التعليقات في فيديو خاص بيها عشان الكل يستفيد منها. أتمنى إن هي تعجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير، وأهم حاجة الصلاة على رسول الله. وتابعونا بعد الفصل. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بكم من جديد. أول سؤال معانا هو كان في فيديو بيتكلم عن علاج البراغيث عند الأرانب، وكان بيقول: هي المبيدات دي مش ممكن تأذي الأرنب؟ وهل المبيدات دي مفيدة في علاج الجرب؟ أنا جربت نوعين من المبيدات، وهو الديزانول والبوتكس، وهو في طبيعة الأمر هو آمنين جدا في الأرانب. يعني أنت ممكن تعالج بيهم الأرنب، ما تقلقش من إن شاء الله مش هيأذوا الأرنب. وبالنسبة إذا كانوا مفيدين للجرب ولا لأ، هو خطوة مهمة في العلاج الأرانب من الجرب، هو استخدام أحد المبيدات اللي بتقضي على البراغيث، لأن عشان تطهر جسم الأرنب من أي بكتيريا أو أي حشرات، لأن ساعتها لازم تغطس الأرنب. وهي دي أحد خطوات علاج الأرانب من الجرب. لازم تغطس الأرنب في محلول أو خليط المبيد ده بالمية، وهو سنتي أو 2 سنتي لكل لتر مية. ده بالنسبة للسؤال الأول. والسؤال التاني في نفس الفيديو برضك كان بيتكلم إن عنده أرانب عمر 20 يوم، ينفع إن هو فيها براغيث، يعمل إيه؟ شوف، هي مشكلة تربية أو استخدام المبيدات دي في تربية الأرانب. لازم تحدد حجم الأرنب قبل، أو عمر الأرنب قبل ما تستخدمه. يعني بمعنى إيه؟ يعني أنت لو هتستخدم المبيد ده في تطهير الأرنب الكبير، تستخدم 2 سنتي، وممكن 3 سنتي كمان، وممكن 1 سنتي على كل لتر مية. وطبعا لازم تغطس الأرانب أفضل من رشها. لكن لو أنت عندك خلفة فيها البراغيث ديت أقل من شهر، بتستخدم نص سنتي من المبيد، سواء ديزانول أو بوتكس أو اكتوميثرين حتى، وبتحطه على لتر مية. وبتستخدم البخاخة اللي هي بتاعت المعطر ديت، وبتمسك أرنب أرنب، وبتبدأ ترشه بالراحة كده من بره، بعيدة عن عينه وودنه أو بقه، وتبدأ تنظف البيت وتبدأ ترش فيه من المبيد ده. وبرضك لازم لما تعمل كده تحبس الخلفة ديت لمدة ساعة على الأقل، عشان الأم ما تجيش ناحيتها. وبعد كده ما فيش أي مشكلة، افتح عليهم عادي والأم تخش ترضعهم عادي، مفيش أي مشكلة. وبرضك لو الأرانب الصغيرة ديت ما فيهاش براغيث، وأنت رشيت الأرنبة الكبيرة أو اللي هي الأم يعني، أو غطستها، المفروض تحبس برضك الأرانب بعيد عنها ساعة أو ساعتين لحد ما الأم دي تنشف خالص، وتبدأ تفتح لها تاني تخش ترضع الخلفة بشكل طبيعي جدا. السؤال التالت في فيديو الأرانب بتموت من غير سبب واضح، بتقول: أنا عندي الذكر ظهر جرب في صباع رجله، واديته سنتي أيفوماك ودهنت له مرهم كبريت، وهو حاليا قلل أكل ومية، إيه الحل؟ الموضوع بسيط جدا. علاج الجرب بسيط جدا وسهل جدا، لكن هو محتاج شوية نظام في التعامل معاه. بداية، حضرتك انت اديته 1 سنتي ايفوماك. المفروض قبل ما تديله 1 سنتي ايفوماك، المفروض تنظف المكان كويس، تبدأ تعزل الذكر ده عن المكان اللي بتربي فيه، تبدأ تنظف المكان كويس، تبدأ ترش، تعمل خليط ديزانول 2 سنتي ديزانول على لتر ميه، وتبدأ ترش المكان كله، وتبدأ تغطس الذكر ده في الخليط. وبعد ما تغطسه تديله 1 سنتي أو تديله نص سنتي كفاية جدا ايفوماك تحت الجلد. وبعد 15 يوم، بعد 15 يوم من اليوم دوت، وده مهم جدا، لازم تديله نص سنتي تاني ايفوماك عشان تقضي على الجرب خالص. وده سببه لان حضرتك لما بتيجي تدي الحقنه الاولانيه، سواء سنتي او نص سنتي، والافضل ان هو يبقى نص سنتي، بيكون الحقنه دي بتقضي على الحشره وما بتقضيش على بيض الحشره. فبالتالي بعد كام يوم بيبدا الحشره
تفقس من تاني، البيض يفقس من تاني ويبدأ الجرب موجود زي ما هو، فبتديله الجرعة التانية بعد 15 يوم عشان تقضي على الجرب بشكل نهائي. علاج الجرب عند الأرانب سهل جدا وبسيط جدا، لكن هو محتاج شوية نظام في التعامل معاه عشان تنجح في العلاج. وبالنسبة ان الذكر ده قلل الاكل والمية، ده بيبقى شيء طبيعي لانه بيبقى تعبان. وافضل حل للموضوع تقليل الاكل والماء ده، انك تبدا تدي للارنب حاجه هو ما يقدرش يقاومها زي الخضار. يعني ممكن تديله بقدونس دبلان، لو عندك اي خضار خاص، برسيم، اي حاجه تديها له، هو ما بيقدرش يقاوم الحاجات دي، بيبدا ياكلها على طول، وان شاء الله هيبقى كويس ويخف. سؤال كمان برضك في فيديو الارانب بتموت من غير سبب واضح، وبيقول: هل يا اخي المطاعيم مهمه ولا لا؟ قصده اعتقد انه قصده هنا اللي هو الامصال، اللي هي التحصينات يعني. شوف حضرتك، أنا بطبيعة الحال من يوم ما بدأت أربي أرانب لحد النهاردة بفضل الله، أنا ما لا بطعم أرنب ولا بحصن أرنب من أي نوع من أنواع التحصينات. وكل الموضوع كله هو استعانة بالله وشوية أعشاب. دي تربيتي في الأرانب، أنا ما بستخدمش أي نوع من أنواع التحصينات في تربية الأرنب. ومش معنى اللي أنا بقوله ده إن التحصين مش مهم، لا، التحصين مهم يا جماعة، بس أنا بتكلم في إيه؟ إن أنا واحد بربي كام أرنب كده على قدي، مش معقولة كل يوم والتاني أروح أجيب لهم تحصينات بالشيء الفلاني مثلا، لأن أنا مش جايب الأرنب عشان أصرف عليه، لا، أنا جاي يعني أصرف منه. هي دي فكرتي بس يعني. وبعدين يعني بفضل الله برضه بيبقى عندنا بديل للتطعيمات ديت، وهي ان انا بنوع الاكل للارنب، وبحافظ على النظافه بتاعته والتهويه، وان شاء الله الارنب مش هيبقى فيه اي مشكله ولا اي امراض ولا يحتاج اي تحصينات. سؤال كمان خاص بفيديو ازاي ابدا اربي ارانب وانا ما اعرفش اي حاجه عن ارانب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عندي مكان كبير ممكن اجيب فيه 15 نتايه وذكرين، ولا ما ينفعش اكتر من ذكر معاهم؟ هي الفكره في مكان كبير ديت، يعني مكان مفتوح، لازم محتاج ان انا اعرف مساحه المكان. وبعدين لو هنفترض مثلا ان المكان كبير جدا، فيه شويه حاجات لازم تعمليها. اولا لازم يكون عدد البيوت كبير، يعني يعني انت هتجيب 15 نتاية، يكون عندك على الاقل حوالي 17 18 بيت. تمام كده؟ تمام. وابدأي ابدأ في التربية. واذا لقيت ان الارانب بتبدأ تجري ورا بعض او تعض بعض او تتخانق مع بعض، ممكن تفصل المكان بين الاتنين. يعني ممكن تخلي ذكر مع 7 نوتي وذكر مع 8 نوتي، مفيش اي مشكلة. وممكن تبقى تبدل بين الذكورة كل فترة. هي الفكرة ان المكان كل ما بيبقى صغير، كل ما الذكورة بتبدأ تتعارك مع بعض، وده طبعا مبيبقاش في مصلحة التربية خالص، ولا في مصلحة الأجنة الخلفة، ولا في مصلحة أي حاجة. بالعكس أنت بتخسر. فعشان كده كل ما المكان يبقى محدود، لازم يكون ذكر واحد في المكان. لكن لو المكان عند حضرتك كبير، وطبعا أنا مش عارف يعني إيه كبير، يعني مش مشكلة، جرب. وإذا لقيت الأرانب بتتخانق مع بعض، أو الأرانب بتعض بعض، أو في أي مشاكل ظهرت قدامك، ابدأ افصل بين الاتنين، وخلي ذكر واحد مع كل مجموعة أرانب. ده أفضل حل. لكن لو المكان مفتوح بقى، سيبهم، مفيش أي مشكلة خالص، إن شاء الله مش هيحصل أي مشاكل. دي كده الإجابة عن بعض الأسئلة المهمة، أو اللي إحنا كنا شايفين إن هي مهمة ومحتاجين الناس تعرف إجابتها بشكل عام. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش الاشتراك في القناة، متنسوش اللايك والشير والصلاة على رسول الله. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.